السلام عليكم. سنتعلم اليوم الاتجاهات الصحيحة لحرف السين، وركزوا معي في الخطوات التي أرددها لكم. حرف السين من أصعب الحروف، فكي نكتب حرف السين بطريقة صحيحة فلا بد أن نتبع هذه الخطوات أولا لكي نصل بحرف السين بالطريقة الصحيحة جدا. أول خطوة أن نكتب حرف السين بهذه الطريقة وابني يكررها: طبق صغير على السطر، انزل على السطر. أهم شيء أن يقف التلميذ على السطر ويكرر: طبق صغير على السطر، ثم طبق صغير على السطر، طبق صغير على السطر، ويكرر: طبق صغير على السطر، سنة صغيرة على السطر. لك حرية الاختيار، يا تقولي طبق صغير يا سنة صغيرة. آخر حاجة نقف على السطر وانزل بطبق كبير وقف على السطر تاني اقف على السطر وانزل بطبق كبير، اقف على السطر وانزل بطبق كبير وقف على السطر تاني. مهم جدا تركزوا في الحاجات دي. الخطوة الرابعة: سنة صغيرة على السطر، وهلزق فيها برضو سنة صغيرة على السطر تاني، سنة صغيرة على السطر، سنة صغيرة على السطر. حرف الدبليو لازم نقف على السطر، سنة صغيرة على السطر، سنة صغيرة على السطر، وابني يكرر. نكتب حرف السين بالطريقة المثلى. هيا بنا: طبق صغير على السطر، طبق صغير على السطر. ركزوا، أطرق القلم ثم أنزل بطبق كبير واقف على السطر. مرة أخرى: سنة صغيرة على السطر، طبق صغير على السطر، طبق صغير على السطر، وانزل بطبق كبير واقف على السطر. دي الطريقة الصح لحرف السين. الكلام ده للأمهات وللتلاميذ وللمدرسين. طبق صغير، طبق صغير، انزل بطبق كبير وقف على السطر. دي الطريقة الصحيحة. تاني: طبق صغير، طبق صغير، وانزل بطبق كبير واقف على السطر. ركزوا، مفيش بقى تغلط الغلط ده. اللي الغلط ده: شرطة نايمة، سنة وسنة، وانزل بطبق. غلط تماما. إياكي تمشي بالطريقة دي طريقة تعلم هتخليني بعد كده أرجع أدور على حد يعلمني من جديد. نكرر: طبق صغير على السطر، طبق صغير على السطر، وانزل بطبق كبير واقف على السطر. طبق صغير على السطر، طبق صغير، سيب القلم، انزل بطبق كبير واقف على السطر. هذه أفضل طريقة لتعلم حرف السين، ولا بد أن نكرر هذه الخطوات قبل تعليم حرف السين بأكمله. هناك بعض الأخطاء الشائعة اللي تقع فيها الأمهات، نتمنى أن تتجنبوها حتى لا تقعوا في مشكلة التأسيس الخطأ. أولا: حرف السين يكتب بهذه الطريقة، وهذا خطأ جدا جدا جدا. أنزل أهو بالطريقة دي، لا، طريقة غلط جدا. انزل على السطر واعمل مثلث واطلع فوق وانزل تحت، لا، خطأ جدا جدا جدا. طبق صغير، طبق صغير، واقف على السطر، انزل ولف لفة واقف على السطر. ده الطريقة الصح، دي الطريقة الصح. الخطأ التاني: ان احنا نعمل شرطة نايمة، سنة وسنة وسنة، وانزل بالطبق. خطأ تماما تماما تماما. طب مبدئيا يا مس اديها البنت كده، اياك. طب مبدئيا اعلمها، اياك. مبدئيا تعلمي بالطريقة دي: طبق صغير على السطر، بالطريقة بتاعتنا، بطريقة مس إيمان هنتعلم حرف السين. طبق صغير على السطر، طبق صغير على السطر، أسيب القلم وانزل بالطبق الكبير اللي واقف على السطر، وهكذا. ده الخطأ الأول والثاني. تعال نخش على الخطأ الثالث اللي بتقع في الأمهات، إن ابني يعمل حرف السين بالمشقلب أهو. بصوا الطريقة غلط تماما. طب في الأول لا، طب مبدئيا لا، نقف على السطر كده ونكتب حرف السين كده. أنا لا أسمح لأي تقف بالطريقة دي أو تكتب بالطريقة دي. انت ليك حاجة واحدة بس بتتعلم بيها: طبق صغنن، طبق صغير، انزل بطبق كبير. طيب، الخطأ الرابع، ركزوا معي. هنا ابني يكتب حرف السين فوق السطر، ما ينفعش.
دي بقى التمارين اللي احنا عايزين نعملها. وصل ابني، وصل السين بالسين والالف بالالف. مثلا اختر، اعمل حرف السين واجيب الف وسين وانت تختار، اختر او وصل. كل ده معانا تمارين. او ممكن كمان ادي تمارين حلو جدا جدا بجيب مع اولادي قوي، ان ضع دائره حول حرف السين واملى الصفحه في الكراسه، املاها صفحه كامله كده، وابني يختار منها حرف السين. وخلي بالك وهو بيختار يقرا. دي للمعلمات، الكورس اللي اديناه للمعلمات، قلنا كذا مره يا جماعه الصفحه لازم تكون مليانه تمارين. شغلي ابنك اكتر ما انت تشتغلي، ادي تمارين كتيره جدا اكتر من الشرح. اشرحي القاعده والطفل يكمل، ما تخليش الطفل هو اللي يتعامل مع المادة بس، لا انتي والطفل والتمارين. وكده نبقى خلصنا الاتجاهات الصحيحة لحرف السين، وعرفنا بنتكتب ازاي، والخطوات والأسئلة والنصايح اللي بنقع فيها، والنصايح اللي المفروض نعمل بيها. أتمنى تكونوا استفدتوا، ومتنسوش اللايك والشير والمتابعة والكومنت الجميل. ودعوة لمس إيمان، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.